لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الله. الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. بەڕێزان خۆشحاڵم لەوانەی 568 لەوانەکانی تەفسیری قورئانی پیرۆز بێمەوە خزمەتتان بە مەبەستی ڕەزامەندی رب العالمین و هیوادارم ئێوەی ئازیز سوودی لێوەربگرن. بەڕێزان بە پشتیوانی رب العالمین دەچینە خزمەت سوورەتێکی تر لە سوورەتە بەرز و بەڕێزەکانی قورئانی پیرۆز کە ئەوی سوورەتی ئەلئەنعامە. سوورەتی ئەلئەنعام دیارە بە تەرتیبی موسحەف پێنجەمین سوورەتە لە سوورەتە درێژەکان قسمی طوال لدواي سورة البقرة آل عمران النساء المائدة سورة الأنعام بينزمين سورة لسورة دريجكان واتا لسبع الطوال كواحف سورة والله أعلم. سورة الأنعام جياواز لسورة البقرة وآل عمران والنساء المائدة جياواز يكي لودا كأوتار سورتي كالخزمتي دابوين لسورة دريجكان. سورة الأنعام سورة مكية كدرين سورة مكي وكل سرتاجدا لتفسير سورة الفاتحة باسي مكي ومدني ماكر ديارة سورة مكية كان بعام باز لا عقيدة بيرو باوردكن كم زاروايا كوا باز لأحكام بك لسورة مدنية كان زور بيس باز لأحكام كان دكا زائدا لعقيدش بلام أوي كوا لسورة مكية كان بدي ذكره بعام باس لعقيدة دكا ايتر سورة الأنعام باس لعقيدة دكا بالكو بحرك لعقيدة باس لتوحيد رب العالمين دكا لمقابل دا باس لشرك وآثار الشرك دكا باس لإثبات روج قيامته روج الزندوبون ودكا تندين بلقي لسرديني توا وباس لولاء براء دكا باس لسندين بابتي هستيار دكا لعقيدة كوا براستي وكو أساسك لبوها مو مسلمانك أصل وايا لروي عقيدية ودامزري لسر أساسي شي بتو أو زا شارزاي أحكام كان بيو بوشي ويخوا برستيب كاتن كرب العالمين ديوي هرتسند عقيدي بتو بي وايلي دي وكو دارك هرتسند بايتون ديج بي شبهات وشهوات روي تبكا أجر لسر عقيدية شي بتو دامز رابطن بناغيتي بناغو أساسيتي تساتي هبيتن أو هيت شبهة وشهويك تأثيري لناكا بالخوش ويسان يكم آيات كخواي قورة سبحانه وتعالى أو سورة بيروزي بيدس بيدك دفرمي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بالخوش ويستان الحمد لله حمد سنال ذات الله أو ذاتك وخلق السماوات والأرض أو ذاتك وأسمان كانوا زيب ديهنا وجعل الظلمات والنور وهروها تاركاي كانوا نور روشنايدنا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أو زالقل أوش كسانيشي كافر شريك لبو رب العالمين لبو پروردگاريان بريار ددن لعبادة پرستنكانيان دا بكوتي مانا آتكبو ديارة الحمد لله وكو معلومة كلا سورة الفاتحة باس ماكر بين سورة القرآن بيروز دس بيدكابا الحمد لله سورة الفاتحة سورة الأنعام سورة الكهف سورة سبأ سورة فاطر بالخوة شويستان أو سورة وكل تفسير وصيد دليك الحمد لله دست بيكرديا دفرمي افتتحت سورة الأنعام بتقرير الحقيقة الأولى في كل دين واتا أو سورة دست بيكرايا بباس كردني حقيقتك كوا
حقيقتي يكم وراستي يكم لهم دينك أوشتيا، وهي أن المستحق للحمد المطلق أو ذاتيك وشاني أويا برهاي حمد سناي بكري ثناي بكري بتير تواوي شيء الله سبحانه وتعالى رب العالمين بالوردقاري زهانيانا إتر تفسيري أو آتا بكرتي تفسيري السعدي لا تيسير كريم الرحمن ده ضل هذا إخبار عن حمدي خواهي يقول كذا الحمد لله خواهي يقول باز لودك كوا حمد سناي خوادك سبحانه وتعالى بتي بصفات الكمال بو صفاتاني كوا هيتي كامو صفات تيرو تواو كمال ونعوت العظمة والجلال عموما خواهي يقول حمد سناي دكري لبروي خاوني ناو بيروزكانو صفات برزكان صفات تعظيم أو كوالائق بخوي وعلى هذه المذكورات خصوصا كواتب بقشتي الله سبحانه وتعالى الحمد سناي دكريتن لبروي الله خواني أسماء حسنى وصفات عليايا أو بقشتي وبتايبتيش حمد سناي دكري لسر المذكورات خصوصا أو كواباز كريا بتايبتي لآت كذا كيجبريت لخلق السماوات وأرض وهو على جعل الظلمات والنور فحمد نفسه على خلقه السماوات والأرض كواتحمدي خواي سبحانه وتعالى باز لوذكا كأوزات شاني ويك حمدي بكريتا لبر أوي آسمان كانوا زوي بديهنايا كبديهناني آسمان كانوا زوي بلغن لسر أو بري قدرته أو بري رحمته أو بري علمي خواي قورو أو بري حكمة رب العالمين وهروها بلغي لسر تنها وتنها أو ذاتي كوا خلق دكا لعدم موجودات ديني توجود وهروها بري ويان دبا وهروها حمد سناي دكري بويكوا على جعله الظلمات والنور بويكوا تاريكاي وروناتي دانايا كأوشيان دلي أو تاريكا وروناتي كوا باسكرا شامل للحسي من ذلك كوا تاريكاي وروناتي أوي حسي وهستي بيدكري وكو شو روش وكو مانغو روش وهروها أو تاريكاي يو أو روناتي كوا معنوية وكو تاريكاي زهل نفامي تاريكاي شكو قمان تاريكاي الشرك هاول برياردان لبخوا والعياذ بالله تاريكاي معصية جناه تاوان تاريكاي غفلت بآقاي وهروها لبران بردا روناكاي نوري علم إيمان نوري يقين نوري طاعة جرالي إتر وهذا كله يدل دلالة قاطعة أنه تعالى هو المستحق للعبادة إتر أو ذاتك خاوني أو صفاتانيك وخلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بلقي لسر أويكوا بلقي شي قاطع بلقى نويستا لسر أويكوا هر أو ذاتي شاني برستنا شاني أويكوا بإخلاص وعبادتي لو أنزام بدي أو ذلك قال أوش ثم الذين كفروا بربهم يعدلون لقال أويكوا أوهم بلقى روش نهي لسر شايستي رب العالمين بويكا بتاكو تنيا برستني لو بكري أو ذلك لوش كساني شي كافر بربهم يعدلون أي يعدلون به سواء واتا غير الله سبحانه وتعالى دين ريزي الله لعبادته برستندا بويكا بهمانشي وكو عبادة لبو خوا أنزام دن لبو غير خواج أنزام دن وكو خوا بتعظيم بابنين بقورة دزان غير خواج بتعظيم دزانا مع أنهم لم يساووا الله في شيء من الكمال لقل أوش أوانك هنايتي أنا ريزي خوا والعياذ بالله لفلسطينيان بهيج شويق لكمال ناقنا ريزي خوا يقول سبحانه وتعالى ببيت سوانه وهم فقراء كسانيتي فقير ومحتاجا عاجزون ناقصون من كل وجه بيتوانان نقصانيا هي لهم رويق ده أو زوال العياذ بالله دائما ريزي خواهي قوله سبحانه وتعالى دائما برستن ضل تفسير القاسمي ضل الحمد لله حمد سنا لبوزات الله أي جميع المحامد هم شوازكاني حمد سنا هل لائق بذات الله بما حمد به نفسه أو خلقه
هەموو شێوازەکانی حەمد و سەنا ئەوەی کە خوای گەورە حەمد و سەنای خۆی پێکردیە یاخود مەدحی بەندەکانی پێکردیە ئەو حەمەدە به الخەلق ڕەبەهم و هەموو ئەو شێوازانێکەوە مەخلوقاتەکان حەمد و سەنای پەروەردگاریان پێ دەکەن ئەو بەعضەهم مەخسووس به یان ئەوە تا هەندێک لە مەخلوقەکان حەمد و سەنای مەخلوقێک کە دەکات ئیتر هەموو شێوازەکانی حەمد و سەنا کە لەلایەن ڕەب العالەمینەوە هاتیە لەلایەن مەخلوقینەوە هاتیە هەمووی شایستەیە لە بۆ ڕەب العالەمین. لە تەفسیری وەسیط دەڵێ الحەمد لله دەفەرمی ئەلیف لامەکە لە ئەلیف لامی الحەمد لە بۆ ئیستیغراقە واتە هەموو شێوازەکانی حەمد و سەنا بمعنى أن المستحق لجميع المحامد أو ذاتيك ومستحق لبو همو شێوازەکانی حەمد و سەنا ولكافة ألوان الثناء همو شێوازەکانی بەسەرداگۆتن و مەدحکردن هو الله تعالى بهمو شێوازێک الله سبحانه وتعالى شاني أو حمد سناي بكري وإنما كان الحمد مقصورا في الحقيقة على الله لبر أويك وحمد سنا فعلا همو شێوازەکانی تنها بحقد لبو خواي قور شاستيا لأن كل ما يستحق أن يقابل بالثناء فهو صادر عنه ومرجعه إليه سون كدلي أويك لمخلوقينيش شاني أوي باب الحمد يام بكري وسباس يام بكري وثناء يام بكري هر هموي لا أصله لا يأوى وهاتي سبحانه وتعالى إذ هو الخالق لكل شيء هر أو ذاته خالقي هموش تكان وما يقدم إلى بعض الناس من حمد جزاء إحسانهم كاتكوا حمدي كساني تشدكري لبروي تساككار لنا وخلشي فهو في الحقيقة حمد لله كاتكوا حمدي كساني تشدكري كاتكوا تساكيان كردي لحق الدعوة حمد ذات الله ذكر سبحانه وتعالى لأنه سبحانه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه برو هر أو ذاته أو كسي موفق كردية كوا أو تساكي يبكاو يارمتي داك أو تساكي يبكا لمقابل دا خلق كسباسي دكن لحق الدا خواي قورة سباس دكري لبروي هر أو شخص شي موفق كردي ويارمتي دا إمام رازي رحمة خواي لبي لتفسير كيدا لتفسير كبير دلي خواي قورة نيفرمو المدح لله ياخذ الشكر لله بل الحمد لله تفرمي لأن المدح كما يحصل للفاعل المختار فقد يحصل لغيره لبروي دلي مدح هر وكو لبو كسيك دكري بابلين مدح لبو كسيك دكري كفاعل مختار واتا بخوي كاركان دكاو باختياري خوي أنزامي ددا لبو غيري فاعل مختارج دكري مثلا دلي مدح لبو قوليشي جوان دكري لبو لؤلؤ جوهرك ودرك دكري كجوانه نفاعله ونمختارشه بس لبرو كجوانه حمدي دكري يعني عفوا مدحي دكري كواتا مدح هم لبو ذاتك دكري كوا فاعلي مختاره هم لبو ذاتك تشج دكري لبو شتيش دكري كنفاعله ونمختارشه بالكو زماده اما الحمد فانه لا يحصل الا للفاعل المختار بلام حمد تنهالو ذاتك دكري كوا فاعله ومختاره واتب خوي كردو دكا باختياري خوي فكان قوله الحمد لله تصريحا بأن المؤثر في وجود هذا العالم فاعل مختار خلقه بالقدرة والمشيئة كواتك حمدي ذات الله ذكره لبرو خواي قوله خالقي أو كون بون ولا خالقي كفاعل مختار واتا أو كردوان دكا باختياري خوي ديكاتا سبحانه وتعالى همو أو مخلوقاتك خلق كرديا بو بري حكمته بو بري قدرته مشيئتي خوي وهروها نيفرموا الشكر لله بل الحمد لله دفن ابن بروي الشكر عبارة عن تعظيمه بسبب إنعام صدر منه ووصل إليه كاتك واتشكري كسيك دكي لبر أوي كوا تاكي كردية أو تاكيش جيشتي تتو بلام وهذا مشعر بأن العبد إذا ذكر تعظيمه بسبب ما وصل من النعمة فحينئذ يكون المطلوب الأصلي لوصول النعمة إليه كوات أجر تنها بس شكران بكي واتأتو تنها لسر أو نازو نعمة شكران دكي كوا جيشتي تتو للان أو ذاتوا طلي وهذه درجة حقيرة
أو براستي درزيتي نزمة لبو بندا. فأما إذا قال الحمد لله بلام كاتك الحمد لله، فهذا يدل على أن العبد حمده لأجل كونه مستحقا لا لخصوص أنه تعالى أوصل النعمة إليه، فيكون الإخلاص أكمل واستغراق القلب في مشاهدة نور الحق أتم. كواتا حمد الشكر شكر تنها لسر أو نعمتيك وبتو دقاح شكراني ذك والله حمدي ذك لسر أو همو أسماء وصفاتاني كهيتي لخدي خوي سبحانه وتعالى أجر هيز نعمتي الشبتونة جيشتيا كواتا حمدك براستي درزي برستر لشكر أويدي كدرزي نزمة وكبري أنانية اشتداد تنها شكري ذاك مثلا نعمتاني كبيم جيش لا كحمدي ذاكي درزي شي برسترو درزي شي إيماني راقي ترى لشكر كردن لبروي حمد وسناي ذاكي لسر أوي كوا لذاتي خوي خواني أسماء حسنى وصفات عليا خواني أوها وناز نعمتي أجر هاش تابتوج نجيشتيا بلام شكرا نشي ذاكي دواتري كوا بتوج دقاتن يتلوي حمدك لا اقترب الشكر والله أعلم. باشان أو زخواي جور سبحانه وتعالى كاتك الحمد لله لبرتسي حمد سنة ذكره لبري وكوت من لبري ذاتي خوي وهروا لدو صفتي خوشي باز ذكاء كميان خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور كدواتري ببشتواني خواي جور لواني دهاتو وردكاري أو بابتش إن شاء الله باسي ذكين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.